يسعد صباحكم حبايبي، كيف حالكم؟ بتمنى تكونوا كتير كتير بخير. أخدنا امبارح عن القيمة المنزلية، وشكرا كتير كتير للطلاب المميزين اللي بيحلوا دايما وبيكونوا مطبقين للواجب. رح نبلش اليوم بدرس جديد اسمه المقارنة بين الأعداد ضمن 9000 زي ما تعودنا، و999 9999. يعني قاعدين بنحكي جوا أي منزلة، جوا منزلة آحاد الآلاف. من كم من منزلة بتكون؟ 1 2 3 4، من 4 منازل. تمام، خلينا نبلش يا حبايبي. أول إشي بحكي لنا: زار كنيسة القيامة يوم الأحد 6000 6517 شخصا. قديش زاروا يوم الأحد الكنيسة؟ 6517 شخص. وزارها يوم الاثنين 300. طلعوا احنا بالمئات، فيش عنا هون ألوف. 314 شخصا. وقارن بين عدد الزوار في اليومين. تعالوا احكي لي. يوم الأحد كانوا 6000 آسفة و517، وكانوا يوم التنين 314. مظبوط؟ تعالوا نتأكد. 314 و6517. طيب، مين أكبر؟ أول إشي باجي بشوف كم من منزلة. عندي منزلة، منزلتين، 3، هون 4 منازل. تمام. وهون عندي منزلة، منزلتين، 3، عندي 3 منازل. معناها مين الرقم الأكبر؟ بدون لسه ما أطلع على الأرقام، مين أكبر؟ 4 منازل. ماشي يا حبايبي؟ طيب، هذا بالنسبة للسؤال الأول، إنه بدي أقارن بين الأعداد. عندي هون هذا العدد زاروا كنيسة القيامة يوم الأحد 6517 شخص، واللي زاروها يوم الاثنين 314 شخص. حكينا بنقارن بالأول. قبل ما أقارن الأعداد بروح بقارن عدد المنازل. بما إنه طلع عندي زوار يوم الأحد عددهم 4 منازل، أما يوم الاثنين 3 منازل، يبقى يوم الأحد كان أكثر عدد الأشخاص اللي زاروا كنيسة القيامة. تمام؟ طيب، نيجي هون. إذا أنتجت أرض مزارع من مدينة طوباس في السنة الأولى 8000 زي ما تعودنا. هاي عندي هون 4 منازل، هون آحاد الألوف، صح؟ ببلش من هون أقرأ. 8714. 8714. تمام. أنتجت أرض مزارع، في عنا مزارع من مدينة طوباس، أرضه أنتجت في السنة الأولى 8714 كيلو جرام من القمح. تمام. أما بالسنة الثانية لما رجع زرعها أنتجت عنا 7426 كيلو جراما من القمح. تمام. هو مزارع من مدينة طوباس بزرع أرضه كل سنة قمح. بالسنة الأولى أنتج عندي 8714 كيلو جراما من القمح، وفي السنة الثانية أنتج 7426 كيلو جراما من القمح. هلأ بدنا نقارن
ففي أي سنة كان إنتاج الأرض من القمح أكثر؟ يعني في أي سنة أنتج من القمح أكثر. تمام؟ باجي بكتب في السنة الأولى قديش أنتج؟ 8714 كيلو غراما. طب بالسنة الثانية قديش؟ بالسنة الثانية أنتج 7426. كيف بدي أقارن؟ باجي بحكي بعد حكي 26 آسفة. حكينا أول إشي بطلع على شو؟ على عدد المنازل. عندي تعالوا نشوف نغير اللون بس. طلع عندي منزلة، منزلتين، 3، 4. السنة الأولى 4 منازل فيها الرقم. السنة الثانية منزلة، منزلتين، 3، 4 منازل. التنتين 4 منازل مش يعني التنتين متساويات، لا، طالما التنتين 4 منازل بدي أصير شو أطلع؟ بدي أصير أطلع على الأرقام. هلا أول إشي باجي بطلع عليه على الرقم الأكبر، يعني على المنزل اللي إلها القيمة الأكبر. أي منزلة دايما القيمة اللي على اليسار بتكون، يعني هون آحاد الألوف، صح؟ هي أكبر منزلة فيهم، مظبوط؟ طب باجي بحكي عندي آحاد الألوف هون قديش؟ 8، وهون 7. مين أكبر، ال7 ولا ال8؟ طبعا ال8. يبقى أي سنة كان إنتاجه أكثر؟ السنة الأولى بده يكون الجواب. ليش؟ لأنه الرقم بالسنة الأولى أكبر. بتحلوه كل هذا بتحلوه على الكتاب وبتبعتوا لي إياه عشان أشوفه أنا. تمام؟ طيب خلينا نيجي هون. في عام 2014 للميلاد، في عام 2000 يعني 2014 للميلاد بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 6500 أسير. يعني في عام 2014 هاي طلع حكالي 2014 صح؟ يعني هيك بنكتبها، هاي 2014 ما حكاليش إشي بالمئات صح؟ فبنحط صفر. في عام 2014 بلغ عدد الأسرى، يعني عدد الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال 6500 أسير. قديش؟ 6500 أسير. 6500 أسير. بينما بلغ عددهم في عام 2015 في 2000، وما حكياش إشي بالمئات، في 2015 بحكي لي صاروا 6800 أسير. في أي عام كان عدد الأسرى أكبر؟ في 2014 حكالي قديش كان؟ كانوا 6500 أسير. وحكالي في 2015 كانوا 6800 أسير. باجي بطلع عندي كم من منزلة هون؟ منزلة، منزلتين، 3، 4، وهون منزلة، منزلتين، 3، 4. باجي بحكي قلنا أكبر منزلة هون وين؟ آحاد الألوف، أول وحدة من اليسار بتكون.
عندي 6 6 نفس بعض، معناها بحكيش متساويين، بلكي في أرقام مختلفة فيهم. 6500 زي 6800؟ طبعا لا. فطالما هدول متشابهين بنقل للمنزلة اللي بعديها. هون عندي 5 وهون عندي 8، مين أكبر، ال8 ولا ال5؟ ال8. معناها في أي عام كان عدد الأسرى أكبر؟ ممتازين، في 2015 لأنه أكبر الرقم. 6800 أكبر من 6500. تمام؟ ماشي يا حبايبي، تعالوا نشوف. في أتعلم للمقارنة بين عددين، بدي أقارن بين عددين، طبعا عدد منازلهما مختلف زي ما حكينا بالأول، واحدة كانت 3 منازل، واحدة كانت 4 منازل. يكون العدد الذي عدد منازله أكثر هو الأكبر، زي ما حكينا في السؤال الأول كان واحدة 4 منازل ورقم الثاني 3 منازل، حكينا عن مين أكبر؟ عن اللي له عدد منازل أكثر، حكينا اللي له 4 منازل أكبر من اللي له 3 منازل، صح؟ هاد بالنسبة إذا كانوا عدد المنازل مختلفين. طيب إذا بدي أقارن أنا بين عددين لهما العدد نفسه من المنازل، يعني نفس هلأ لما حلينا هون كان شو 4 منازل 4 منازل، صح؟ أبدأ المقارنة من اليسار. من وين حكينا بنبلش؟ من اليسار، يعني أكبر منزل في كلا العددين. وبلشنا إحنا من وين؟ من آحاد الألوف، حكينا هاي 6 وهاي 6. تمام؟ وفي حال تساويا زي ما حكينا قبل، طلعوا 6 6، إيش بساوي؟ بقارن الرقمين اللي في المنزل اللي قبلها مباشرة حتى أصل إلى رقمين، حتى لو طلعوا كمان متساويين بروح للي قبلها، بضلني أنقل حتى أصل، يعني أوصل لرقمين مختلفين في إحدى المنازل، وبيكون العدد الأكبر هو العدد الذي يحتوي الرقم الأكبر في تلك المنزلة. يعني خلينا ناخذ مثال. قصدي إيش هو بحكي لنا؟ بحكي لنا زي هلأ شفتوا مثلا، خليني أعيد أكتب الرقم 314. قصده هون إذا كان عدد المنازل مختلفات عطول بعد المنازل اللي أكبر منازله، هي هون 4، عطول هو الأكبر بحكي. بس المشكلة وين؟ المشكلة إذا كانوا متشابهين عدد المنازل. هون شو بدي أسوي؟ أول إشي بحكي عندي هاي 6000 مثلا و514، وفي عندي شو كمان رقم 6521. قصدهم هون إنه إذا باجي هون هاي عديت منزلة منزلتين 3 4، وهون نفس الإشي منزلة منزلتين 3 4، بقدرش يعني هون أقرر مين الأكبر ومين الأصغر. باجي حكينا ببلش أقارن من آخر منزلة من جهة اليسار لأنها هي أكبر منزلة. بما إنها هاي 6 وهاي 6 بقدرش أحكم لأنهم قد بعض، بنقل للمنزلة اللي قبلها مباشرة، ما بروح هون أشوف هاي، لا غلط هاي. تمام؟ باجي بشوف مين هون، هاي الصح اللي قبلها مباشرة. تمام؟ طيب عندي هاي هون 5 وهون 5.